ماذا حدث في الشوط الأول؟ لأن مجريات المباراة كانت توحي بأن ما رأيناه في الشوط الأول كان من المفترض أن نراه في الثاني، والعكس صحيح. لا، كانت مباراتي الأولى في البرنابيو هادئة. لم أعد أشعر بالكثير من الأعصاب والتوتر قبل المباريات، فقد خضت عددا كبيرا منها بالفعل، لكنني استمتعت كثيرا بطبيعة الحال. في آخر مرة جئت فيها إلى هنا مع بنفيكا بقيت أشاهد المباراة من المرآب. أما اليوم فهذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في ملعب سانتياغو برنابيو الجديد. أنت محق، لقد كان الشوط الأول صعبا بالنسبة لنا، وصعوبته تكمن في أننا لم نكن ننجح في تطبيق الضغط كما أردنا. أما ريال سوسيداد فعلى الرغم من أنه لم يصنع فرصا حقيقية للتسجيل، أعتقد أن الهدف كان التسديدة الوحيدة على المرمى التي قاموا بها في الشوط الأول، لكنهم كانوا متمركزين بشكل جيد جدا، ومن الواضح أن لديهم مدربا جيدا للغاية، وكانت المسافات بين قلوب دفاعهم كبيرة، وهذا جعل من الصعب جدا علينا تنفيذ الضغط بالطريقة التي حضرنا بها للمباراة. كانت إحدى تلك المباريات التي قلت فيها على مقاعد البدلاء إنني كنت أتمنى لو كانت هناك استراحة لشرب الماء، لكانت مثالية. وبما أنه لم تكن هناك استراحة في الدقيقة 22 أو 23، كان علينا الانتظار حتى فترة الاستراحة بين الشوطين. أجرينا بعض التعديلات، وبعد ذلك جاء ذلك الشوط الذي سجلنا فيه 4 أهداف، وكان من الممكن أن تكون 5 أو 6، لكن ذلك كان سيكون أيضا غير عادل لريال سوسيداد الذي قدم كما قلت شوطا أول رائعا، ثم واجه في الشوط الثاني صعوبات واضحة أمام فريق يضم لاعبين مثل كيليان وجود وغيرهما. هناك الكثير من كرة القدم والكثير من الجودة في الشوط الثاني، ولذلك كان من المستحيل تقريبا عليهم الصمود. مرحبا سيدي، لقد دربت كريستيانو رونالدو ذلك الوحش التهديفي، والآن تدرب كيليان مبابي. هل يتشابهان من حيث الجوع والرغبة في تحقيق المزيد؟ لا أحب المقارنات، أحب مقارنة اللاعبين، لكن هذا الرجل مذهل حقا، وأنا سعيد جدا لأنه صنع التاريخ في كأس العالم، لأنه يوجد 25 لاعبا أبطالا للعالم، أليس كذلك؟ أعتقد أنهم كانوا 25 لاعبا، لكن لاعبا واحدا فقط يبقى اسمه خالدا في تاريخ كرة القدم في رأيي، وهو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم. لقد صنع هذا التاريخ، لكنني أراه متعطشا جدا لصناعة التاريخ مع ريال مدريد أيضا. وقد رأيت فريقا، وعلى الرغم من أن كيليان قد حقق بالفعل ما حققه، فمن الصعب علي ألا أتحدث عن الفريق، لأن الفريق كان دائما متماسكا كوحدة واحدة. في الشوط الأول رغم الصعوبات التي واجهناها ظل الفريق فريقا واحدا، عرف كيف ينتظر وكيف يتحلى بالهدوء وكيف يحافظ على تماسكه حتى من دون الاستحواذ على الكرة كثيرا، كما أن المنافس لم يصنع خطورة حقيقية. ثم رفعنا الإيقاع في الشوط الثاني. ربما كانت إلهاما لنا التدريبات وسط ضجيج السيارات هناك في ماذا يسمى المكان؟ مادريلينك؟ نعم، مادريلينك. رفعنا الإيقاع درجة أخرى، بل درجتين، وقد أعجبني الشوط الثاني كثيرا. مرحبا سيدي، نتحدث دائما كثيرا عن ضغط المهاجمين والمساعدة التي يجب عليهم تقديمها في الدفاع، لكن هل يمكنك أن تحدثنا قليلا عن المساعدة التي يقدمها المهاجمون وخصوصا كيليان اليوم وكذلك فينيسيوس وجود في بناء اللعب؟ الفريق عانى كثيرا خلال الأشهر الأخيرة في بناء اللعب أمام المنافسين الذين يتراجعون إلى الخلف ويغلقون المساحات، فهل كانت هذه المساعدة التي قدمها كيليان اليوم وخاصة نزوله كثيرا لاستلام الكرة طلبا مباشرا منك، أم أنه يدرك بنفسه أن عليه القيام بهذا الدور؟ لا، أقول دائما إنني خلال مسيرتي حظيت بفرصة تدريب فرق تضم لاعبين مذهلين، كما مررت أيضا بفترات دربت فيها لاعبين جيدين لكن ليسوا من نخبة النخبة، ودائما ما أقول إنك مع هؤلاء اللاعبين عليك أن تعلمهم كيفية اللعب كفريق، أما من الناحية الفردية فلا تحتاج إلى تعليمهم الكثير، أو ربما لا تحتاج إلى تعليمهم شيئا تقريبا. وعندما يواجه الفريق صعوبات في بناء اللعب فإن كيليان يمتلك جودة كبيرة جدا، فهو ليس مجرد لاعب يسجل الأهداف، وليس المهاجم التقليدي الذي ينتظر وصول الكرة في المرحلة الهجومية للفريق حتى يسجل. عندما يتراجع إلى الخلف ويبدأ في تحريك اللعب ثم يقوم بتمريرة ثنائية مع جود تجده بعدها أمام المرمى مباشرة، إنه يمتلك جودة كبيرة، وجميع هؤلاء اللاعبين يمتلكون الجودة نفسها. وبطبيعة الحال كيليان قدم ما قدمه
لكن إذا تحدثت عن اللاعبين واحدا تلو الآخر فقد كان قلبا الدفاع مهيمنين للغاية، كما قدم فيديو